اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي أجمعين. وبعد أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس حلية الأولياء. لهذا يقول رحمه الله أبو نعيم فيما حدثناه، قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا الحارث بن أبي أسامة ثنى داود بن المحبر ثنى ميسرة بن عبد ربه عن حنظلة بن وادعة عن أبيه عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل خواصة يسكنهم الرفيع من الجنان. خواصة ممنوع من الصرف، فواعلة. خواصة خواصصة أصلا ممنوع من الصرف. مررت بخواصة أحبهم، مررت بخواصة أعرفهم، كما تقول مررت بدواب سمينة وبدواب نحيلة، ممنوع الصرف، فواعلة وهي في اسم الأنثى هكذا. يسكنهم الرفيع من الجنان، ويسجن جنان. كانوا أعقل الناس. قلنا يا رسول الله وكيف كانوا أعقل الناس؟ قال: كانت همتهم المسابقة إلى ربهم عز وجل والمسارعة إلى ما يرضيه. المسابقة أن يزيد على ما صنعه غيره. يعني رأى صاحبه ينفق النفقة فأنفق نفقتين، رأى صاحبه بنى لله، قال هذا بنى بناءين. هذه المسابقة، يتسابقون. لا يتسابقون لعرض الحياة الدنيا ولا لحطامها ولا لشيء، بل لمرضاة الله. لذلك أتباعها يتسابقون في المسابقة إلى ربهم، مسابقة إلى ربهم، مو مسابقة إلى شيء آخر كالشهرة والفخر ونحو ذلك. والمسارعة إلى ما يرضيه. وزهدوا زهد عف عن الشيء وهو مباح، عف عن الشيء وهو مباح، أو قلل من المباح، قلل من الحلال. الزهد زيادة على الورع. الورع أخف، الزهد أثقل على الإنسان. الزهد الورع، يعني من الورع شيء ضروري، شيء واجب كترك الحرام، من الورع شيء مستحب كترك الشبهات. أما الزهد لا، الزهد تأتي إلى شيء ليس فيه شبهة وتمتنع عنه زيادة، خوفا من أن تقع فيما به شبهة. وقد يلتقي الزهد والورع. هو الزهد، الورع هو الاحتياطي، الورع الاحتياطي لذوي النفوس الكريمة، يخشى أن الشيء هذا يسوقه إلى ما فيه بأس فيتركه. وزهدوا في فضول الدنيا ورياستها ونعيمها، وهانت عليهم وصبروا قليلا واستراحوا طويلا. هكذا كما يقال قديما: إنما نيل الأفراح الكثيرة بالصبر على أيام قليلة. نيل الأفراح الكثيرة بالصبر على أيام قليلة. وقلما يلتفت إلى هذه الناحية أحد، لأنه يستكثر المشوار ويطلب الاختصار. هكذا كلنا يطلب الاختصار والإيجاز، وكلنا لا يقف في الدور، كلنا لا يقف، كلنا يتخطى الدور ويتعدى الآخرين، ويجتاز رقاب الناس يوم الجمعة، ويجتاز إذا اجتاز رقاب الناس يوم الجمعة. وهذا من أدل الدليل أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كلنا نرويه وكلنا لا يعرفه، لما قال ذاك للرجل، قال: اجلس فقد آذيت، يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، اجلس فقد آذيت، كناية عنك لا تتعدى على حق غيرك في الحياة في الدنيا. لا تأتي إلى الطوابير وتتخطاها كلها، لا تتجاوز السيارات في قانون المرور، لا تعدى حدودك في الآداب العامة وغير ذلك. فوظيفة أن الإنسان إذا جاء متأخرا يوم الجمعة أن يلزم مكانه في الأخير مكانك، لأنك تأخرت. لا تجعل التأخير كالتبكير،
هو يريد أني كما تأخرت فإني لحقت بمن بكر بي وسبقت أجره. لا، ليس كذلك، ليس كذلك. ففعله يكذبه، فعله يكذبه. والذي يتخطى رقاب الناس هذا كاذب، يريد أن يثبت لنفسه أنه وإن تأخر فقد لحق بما جاء به. هيهات هيهات، بكروا هؤلاء، لن تسبقهم في الأجر. وعلى هذا العز بن عبد السلام يقول: أنا لا أرى لمن ترك الصلاة تكاسلا لا أرى عليه قضاؤها. من ترك الصلاة تكاسلا لا أرى عليه قضاء، لأن فاته الأجر فاتته الكرامة، ولن نجعله بمن أداها لله سبحانه وتعالى. خلاص حسبنا، أنت محروم. لا تقول أنا أديه لما بعد وأصير مع هؤلاء الذي تقدموني. يعني اللي فات إنسان ترك الصلاة سنين وصار يحرج النبي قضاء الصلاة. الناس مختلفين في هذا. من رأى أنه ترك الصلاة كفر فعليه أن يتوب فقط إلى الله سبحانه وتعالى ويصلي، ما عليه قضاء. ومن رأى أن ترك الصلاة ليس كفرا فعليه الإعادة، إلا أن يحرج. قال العز بن السلام قال: لا أرى عليه إعادة، أنها مكرمة وتنازل عنها. قال الشيخ رحمه الله: لقد روينا بعض مناقب الأولياء ومراتب الأصفياء، فأما التصوف فاشتقاقه عند أهل الإشارات والمنبئين عنه بالعبارات من الصفاء والوفاء، واشتقاقه من حيث الحقائق التي أوجبت اللغة، فإنه تفعل من أحد 4 أشياء من الصوفانة، وهي بغلة وغباء قصيرة. الوغب الدقة والصغر، وقب ووغب، مأخوذة من بغلة دقيقة قصيرة، يعني التحاقر، التواضع لله، من الصوفانة. التصوف من الصوفانة. التصوف تفعل من 4 أشياء، يقول أحد 4 أشياء: من الصوفانة وهي بغلة وغباء قصيرة، أو من صوفة وهي قبيلة كانت في الدهر الأول يجيز الحاج وتخدم الكعبة، يعني يسهلون للحجاج، تجيز الحاج وتخدم الكعبة. في أول عهد العرب، ماذا هؤلاء من جرهم أو من جاورهم من ولد إسماعيل، أنهم كانت وظيفتهم يجيزون الحاج، سموهم قبيلة صوفة، وتخدم الكعبة، فنذروا أنفسهم لله. أو من صوفة القفا وهي الشعرات النابتة في متأخره، آخر في نهاية القذال، هذا اللي على كتد الإنسان وكاهله، شعرات تسمى صوفة. يعني كل المعاني تدل على ضاعة الإنسان وتحاقره أمام ربه. أو من الصوف المعروف على ظهورها الضأن، صوف اللي على الضأن، شعر الضأن هذا. وإن أخذ الصوف من الصوفان التي هي البغلة، فالاجتزاء القوم بما توحد الله عز وجل بصنعه ومن به عليهم من غير تكلف بخلقه. احنا إذا قلنا من الصوفانة هي بغلة وغباء قصيرة، يقول كيف نفسرها وننزلها على المتصوفة؟ قال: فالاجتزاء القوم، يعني اجتزاؤهم، يعني اكتفاؤهم، استغناؤهم. هذا فلان يجتزئ بكذا، يجتزئ يعني يغتني بكذا ويكتفي بكذا. هذا فجزاؤه مثل ما قتل من نعم، يعني فيكفيه، يغنيه مثل ما قتل من نعم. هذا لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا تكفي ولا تغني نفس عن نفس شيئا. هذا يعني لا تقوم مقامها. فالاجتزاء القوم بما توحد الله عز وجل بصنعه، اكتفاءهم بما ايش صنع الله سبحانه وتعالى من غير تكلف بخلقه، يعني الآيات الظاهرة، النعم الجميلة والتواتر
المنن من الله والأيادي، عنايتهم بهذا، ولا يعتنون بخلق الله. فلان ترك، فلان فعل، فلان قام، فلان قاعد، من الصوفانة. لأن البقلة هذه الصوفانة هذه تجتزأ كثيرا، مجتزئ يعني تجتزأ، يعني يكتفى بها صوفانة. فاكتفوا به عما فيه للآدميين، ما صنعه الناس، يعني ايش فعلوا، ايش تركوا، ايش اقبلوا، اهتدوا، طغوا، صلحوا، جاروا، عدلوا، ليس شغل هذا. لله للكون خالق يدبره، دع الخلق للخالق. يقول أحد الشيوخ، يقول بين الناس يذكرون الله في أحد الليالي من شعبان ويرفعون أصواتهم، إذا وقف رجل عظيم اللحية وكث اللحية وأدعج العينين ينظر إلينا بحقارة وحقد، ونحن نرفع الصوت بالذكر. يقول وأنا مع الناس أرفع الصوت بالذكر، فجاء كالمحتقر لنا، غير أنه ساكت. يقول فجئت نحوه فقلت له كنت أنت رب الكون افعل بهذا الناس كما تشاء. التفت له، عرف نظرته ايش فيها. لأن الأديب من لا تخفى عليه نظرة اللئام من نظرة الكرام، يعرف هذا لئيم وهذا كريم من نظرة هكذا. فهو قال يعني ايش يصنعون هذا، يذكرون الله ويرفعون أصواتهم فيه. قال إذا كنت أنت ملك للعالم هذا تصرف فيهم كما تشاء، رد هذا وقدم هذا وافعل كما تشاء هكذا. فسخنت عينه هذا ورد إلى قفاه، هذا مبتلى هذا. لأن رب لحظات أمر من الشتايم، رب نظرات أخس من الغيبة والنميمة والسباب. نعم. يقول اكتفوا بما عند الله سبحانه وتعالى عما فيه للآدميين صنع، هكذا كاكتفاء البشرة الطاهرين من جلة المهاجرين في مبادئ إقبالهم وأول أحوالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا. والله الحمد ولله الحمد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهدنا أبدا وما